مساء الهنا والجمال والسعادة عليكم يا أحلى وأغلى مستمعين راديو فيستك ومتابعينا في كل مكان. وحشتوني قوي من الحلقة اللي فاتت. هكون معاكم النهاردة هنا هيكل زي ما عودتكم كل خميس الساعة 5:30 مساء من برنامجكم الدنيا أكبر حدوتة على ابليكيشن راديو في السكة راديو العيلة. حابة أفكركم وممكن تسمعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو في السكة بالعربي، وممكن تسمعونا كمان على قناة مذيعين راديو في السكة على اليوتيوب. وحلقتنا النهاردة هي حلقة جديدة وبتحكي عن حياة كل واحد فينا واللي بيحصل فيها أو مع الأشخاص اللي موجودة في حياتنا. وحلقتنا النهاردة هي حلقة عن 100 وش. بصراحة مش عارفة أبدأ حلقتنا النهاردة إزاي، حاسة إني متلخبطة قوي، حاسة كده بإحساس الفرح والحزن في نفس الوقت، علشان النهاردة آخر حلقة ليا معاكم في السيزون الأول. وبدعي ربنا من جوايا إني أكون سبت أثر جميل جوه قلوبكم بحلقاتي، وبدعي ربنا تكون حلقاتي نالت إعجابكم وقدرت تفيدكم ولو بشيء بسيط. واستنوني في حواديت تانية كتير في السيزون الجديد إن شاء الله. أما حلقتنا النهاردة هي بتلخص معظم الناس اللي حوالينا وأفعالهم اللي بتكشف وشوشهم الحقيقية. بس خلونا نطلع فاصل صغير وهرجع لكم على طول. من كتر الناس اللي بنتوش وحشونا الناس اللي بوشين. ورجعت لكم بعد الفاصل أعزائي مستمعين ومتابعين راديو في السكة ومتابعينا في كل مكان. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الناس اللي ب100 وش. للأسف في حياتنا ناس كتير ب100 وش، يشوفوك يعملوا نفسهم بيحبوك، وأول ما تدي ظهرك ليهم يتكلموا عليك ويمكن كمان يتسببوا في أذى ليك. وطبعا مش كل الناس كده، لكن للأسف في ناس كتير في حياتنا كده. تلاقي مثلا في الصحاب، في الأهل، في زمايلك في الشغل، في الشارع، في المكان اللي انت ساكن فيه، المهم مطرح ما تروح تلاقي ناس كتير ب100 وش. طب خلونا نحكي حدوتة من حواديت الدنيا واللي بنقابل فيها ناس كتير ب100 وش. هنحكي مثلا عن الصحاب. كان يا مكان كان في 2 صحاب قوي بيحبوا بعض جدا، ويمكن كمان كانوش بيفرقوا بعض ابدا، وتلاقيهم بيعملوا كل حاجة مع بعض، وفجأة يحصل ما بينهم مشكلة صغيرة جدا تبص تلاقيهم كل واحدة فيهم باعت التانية في لحظة ونسيوا كل حاجة حلوة كانت ما بينهم، وللأسف يسببوا لبعض كمية أذى غير عادية وكأنهم ما يعرفوش بعض ابدا، ولا كأن كان بينهم عشرة صداقة بقالها سنين. للأسف كل واحدة ظهرت بوشها الحقيقي للتانية لمجرد مشكلة بسيطة بينت اللي في القلوب. فعلا الدنيا والمواقف بتكشف حقيقة الناس من حوالينا وبتظهر كل واحد على حقيقته، والوشوش المزيفة بتبان الغيرة والحقد اللي كانوا مخبيينهم ورا وشوشهم المزيفة. طب خلونا نشوف باقي الوشوش، زي مثلا زمايلك في الشغل، ودي مهما حكينا فيها مش هنخلص منها للأسف. وانا قصدي هنا الشغل ايا كان نوعه، سواء حر او في مصلحة حكومية او في اي مكان تاني. خلينا متفقين ان مفيش حد عاوزك تكون احسن منه في اي حاجة، سواء في شغلك او في حياتك او في بيتك. وطبعا الاساليب اللي بنشوفها في حياتنا من الناس اللي حوالينا في شغلنا للأسف ممكن تسبب لكل واحد فينا اذى نفسي وعصبي من كتر السخرية اللي بيتعرض ليها كل واحد فينا. ده غير قلة الذوق في الرد وعدم احترام اللي حواليك، وكل ده علشان حد من زمايلك في الشغل ياخد مكانك او شغلك علشان يحس انه احسن منك واشطر منك، رغم ان لو فكر شوية وركز في شغله هينجح. بس للأسف الناس دايما مش بتشوف اللي في ايدها ودايما باصة للي في ايد غيرها. علشان كده دايما في صراع كبير ما بين الناس في كل حاجة، سواء بقى في شغلهم وفي حياتهم. بس نقول ايه بقى، بجد ياريت كل واحد يفكر ولو لحظة واحدة قبل ما يأذي غيره. خد بالك لأن أفعالك هتاخد لفة ورجعالك، أصل مفيش حاجة بتروح عند ربنا. طب انتوا عارفين ان في ناس كتير ممكن ما تكونش بتحب بعضها بس بيعاملوا بعض باحترام، لأن الاحترام طبع بنتربى عليه. وأهم حاجة في علاقة الناس ببعضها في أي مكان إنهم يعاملوا بعض باحترام، حتى لو الناس اللي قدامهم ما يستاهلوش، علشان كل واحد بيرد على اللي قدامه بأصله وتربيته. ولو اتكلمنا أو حكينا عن أذى البني آدمين في كل مصلحة أو في مكان شغل مش هنخلص، لأن في أذى بيوصل لدرجة إنك تسيب شغلك أو تغير الكارير بتاعك خالص، وفي كمان أذى مادي. طب خلونا نشوف ونحكي عن وشوش تانية كتير بنقابلها في حياتنا. ووشوش الناس حكايات، في ناس تشوفها تقول عليها مبسوطة وهي من جواها حزينة، وفي وشوش تشوفها تقول عليها كئيبة وهي عايشة في حيرة. ووشوش الناس وتفاصيلها دروس في حياتنا بالمجان بنتعلم كتير منها ونسرح فيها زي الأفلام. صحيح في وشوش صادقة، لكن في حياتنا الناس ألوان بتظهر لينا مخفية في الصورة اسمها إنسان. وقال ياما في الجراب يحاوي ما يظهرش ولا يبان، في وش يعلمك تصبر وفي وش تشوفه تخاف، وفي وش يبان جريء جدا
وهو حقيقي عايش خواف، ووش الطيبة ساكنة عليه، ووش جماله بيخبيه، ووش تشوفه تدعيله، ووش تشوفه وتجري عليه، ووشوش ياما وناس ياما، ووشوش مليانة بالمكياج، وشوش قاعدة بتستنى حبيبها اللي راح ولا جاش، وست عجوزة من الوحدة بتحسب عمر ضاع ببلاش، وبنت فرحها كان قرب وفجأة حبيبها باع ببلاش، ووشوش متهانة من الحاجة، ووشوش بهوات وما تسواش، ووشوش فيها الصادق وفيها الغشاش. يا دنيا فيكي وشوش عايشة كده وخلاص، وفيكي وشوش تعبت من كتر الإخلاص، وفيكي وشوش تعبت من كتر الأحلام، وفيكي وشوش مستنية القطر يجي ولا جاش. بجد الدنيا مليانة وشوش كتير، وكل وش بيحكي حكاية. أحب أنصح كل واحد بيعامل كل اللي حواليه ب100 وش، خلي بالك ما تفكرش إنك نجحت في إنك ترضى كل اللي حواليك، علشان في ناس كتير بتبقى فاهمة اللي قدامها بس سايباه يحكي ويتكلم وهم فاهمينه كويس. وأحب أقول كمان إنك في الآخر هتوصل لطريق مسدود، ومش هتبقى محبوب من اللي حواليك لأنهم فهموك. وزي ما ديننا أمرنا ورسولنا الكريم قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد عضدهم ببعضه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومش محتاجة أفكركم إن لازم تحب لأخيك كما تحب لنفسك، فافعل ما شئت وكما تدين تدان. ياريت كل واحد فينا يحب كل اللي حواليه، وياريت الناس تحب بعض وتحب الخير لبعض زي زمان. كانت الناس ايد واحدة وكانوا دايما متجمعين في الحزن قبل الفرح. وقبل ما اختم حلقتنا النهاردة أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بنودع سنة ونستقبل سنة جديدة على الأبواب. يا رب تكون سنة سعيدة على الناس كلها، ويا رب كل واحد يحقق أحلامه ويحقق كل اللي بيتمناه. حابة يعني أشكر الإنسان المحترم الجدع اللي واقف جنبي وساعدني إن صوتي يوصل ليكم وللناس كلها ولكل متابعينا على راديو في السكة. بجد بشكرك على كل حاجة حلوة قدمتها لي يا مستر شادي محمد، صاحب أحسن وأشطر راديو في السكة، راديو رقم 1 في مصر. وحابة كمان أشكر زوجي لأنه دعمني ووقف جنبي كتير ومخذلنيش وفضل دايما مآمن بيا بحلمي. بجد أنا بشكرهم جميعا وربنا ما يحرمنيش منهم. ودايما يا مستر شادي من نجاح لنجاح، ودايما الراديو يحقق نجاح أكبر وأكبر، ودايما نحقق نجاحنا بيك ومعاك، وربنا يكرمك ويسعدك يا رب ويصلح أحوالك كلها، ويا رب دايما في نجاح وتقدم للراديو ونكون أحسن راديو في الوطن العربي كله. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة بسرعة. يا رب تكون نالت إعجابكم وإعجاب كل مستمعين راديو في السكة ومتابعينا في كل مكان. وكانت حلقتنا النهاردة بتتكلم عن 100 وش، وعن الناس اللي في حياتنا اللي ب100 وش، سواء في شغلنا أو أصحابنا أو في أي مكان. واستنوني في سيزون جديد من برنامجكم الدنيا أكبر حدوتة على أبليكيشن راديو في السكة، راديو العيلة.